السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم من نشر هذا الحديث فاجمعني به في الفردوس الأعلى، قولوا آمين. اللهم آمين. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يسميه أهل العلم بتاج الأذكار. تاج الأذكار. الحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 عبيد، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به، يعني يوم القيامة، إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك. يعني لو قلنا 100 مرة الصبح مع أذكار الصباح و100 مرة مع أذكار المساء، تمام؟ يبقى حرز لينا من الشيطان 24 ساعة. ولما قلنا الصبح 100 مرة وقلنا بعد العصر 100 مرة، يبقى كده كأنها لينا، كأننا أعتقنا 20 رقبة، 20 عبد بفضل الله، تمام؟ ويكتب لينا 200 حسنة، ويمحى عنا 200 سيئة بفضل الله، ولا يأتي أحد بأفضل مما جئنا به يوم القيامة إلا من قال أكثر من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف بقى الخير بقى، احنا من أعتق عبدا، يعني من أعتق رقبة واحدة، كانت له يعني نجاة له من النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه بيعتق بكل عضو من هذا العبد عضوا من الذي أعتقه. يعني أعتقت عبدا كاملا بفضل الله، فيعني بفضل الله سبحانه وتعالى كأنك أعتقت نفسك من النار بإذن الله سبحانه وتعالى. فتخيلوا بقى لما نقولوا 100 مرة الصبح و100 مرة بعد العصر، كأننا أعتقنا كل يوم 20 عبد. تخيلوا 20 عبد يعتق بهذا الذكر بفضل الله. ياخد مننا قد إيه؟ 5 دقايق الصبح و5 دقايق بعد العصر بفضل الله. بيسميه العلماء تاج الأذكار. عشان كده بقول لحضراتكم انشروه، وبدعي وبقول يا رب اللي ينشر هذا الحديث أسأل المولى عز وجل أن ربنا يجمعني به في الفردوس الأعلى، لأن كل من يقول هذا الذكر فله أجر هذا الذكر، ولنا مثله بفضل الله، يكتب في ميزاننا وميزانكم بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي الحديث الذي رواه أحمد والبزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. لما ندل الناس على الخير لينا أجر زي اللي هيعمل الخير ده بفضل الله. دلنا حد على الصلاة فإن صلى يبقى في ميزانه وميزاننا. دلنا واحد على الزكاة فإن زكى فهو في ميزانه وميزاننا، كأن احنا دفعنا معاه الزكاة دي بفضل الله سبحانه وتعالى، ودون ذلك دون أن ينقص من أجره شيئا. يعني مش معناها ان احنا لما نقول لحد يقول الذكر ده فهو ليه أجر فاحنا ناخد نص الأجر بتاعه، لأ، هو ياخد الأجر كاملا واحنا كمان ناخد الأجر كاملا. ففضل الله واسع بفضل الله سبحانه وتعالى. فانشروا هذا الحديث وعلموه للناس، جعله الله عز وجل في موازين حسناتنا أجمعين، وجمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.